السلام عليكم. زي ما اتفقنا يا جماعة ان عناوين الفيديو باسم نصيحة اخوية. في شباب وبنات دلوقتي بيشتكوا من موضوع العادة السرية، انهم مش عارفين يبطلوها ونفسهم ان هم يبطلوها. وانا الحمد لله كنت عملت فيديوهين قبل كده عن الموضوع دوت، وبرضه هتكلم فيه دلوقتي لاهميته. الاول بس احنا عايزين نعرف ايه حكم العادة السرية. قال رسول الله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني اللي قادر على الزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، واللي مش مستطيع إن هو يتزوج دلوقتي فعليه فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية من الحرام. خلاص. هو كان سيدنا محمد ممكن يقول اللي مش قادر إن هو يتجوز دلوقتي فيعمل عادة سرية. هو ما قالش كده. هو قال هو قال عليه بالصوم. خلاص. دي أول حاجة. الحاجة التانية، قال رسول الله: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم يعني الذنب. الإثم ما حاك في صدرك. الذنب يا جماعة بيحك في الصدر، يعني بتحس بضيق بعد ما بتعمله. كل الشباب اللي بتعمل عادة سرية بعد لما بيعملها بيحس بضيق، بيحس بتأنيب الضمير، بيحس ان هو متضايق. يبقى دي معناها ان هو شيء حرام. هو لو كان حلال كنت مستحيل تحس بكده. ولو في شاب او بنت بتقول ان انا ما بحسش بحاجة، ده من كتر ما هو بيعملها واعتاد عليها فالقلب مات من تكرار الذنب. فالقلب مات، عنده ذنوب كتيرة قوي، فهو مش حاسس بالحلال من الحرام، هو اصلا قلبه مات. بس لو بتكلم على القلوب الطاهرة اللي تعرف ربنا، اول لما يعمل عادة سرية يحس انه متضايق ومكروب ومهموم. ليه؟ لان هو عمل فعل حرام. فانا دلوقتي جبت الدليل الشرعي ان العادة السرية حرام لا يجوز فعلها. دي اول حاجة. الحاجة التانية، بصوا يا جماعة، اي انسان عاوز يبطل اي معصية لازم يقرب لربنا. ليه؟ انا دلوقتي بعيد عن ربنا، وتقول لي ابطل سجاير. هبطل سجاير ازاي وانا بعيد عن ربنا؟ انا ما عنديش اصلا قوة ايمانية ان انا اقدر ابطل السجاير. هو نفس الحكاية، اي ذنب ايا كان الذنب، اللي عاوز يبطل اي ذنب لازم يصلح حاله مع ربنا، لازم يقوي علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى ويشد حيله ويعمل طاعات كتيرة عشان يبقى عنده القدرة ان هو يبطل الذنب دوت. بس طول ما انا ايماني ضعيف وبعيد عن ربنا مش هقدر ابطله، مش هقدر ابطل الذنب دوت. لازم يكون عندي قوة ايمانية عشان اقدر ابطل الذنب دوت، عشان ربنا يكرهه في قلبي. بس طول ما انا بعيد عن ربنا، مش محجبة وبحط مكياج وبخش على المواقع الاباحية ومش بصلي الفجر وبختبي الناس ومش ببر ابويا وامي ومش بعمل طاعات ومش بقرب لربنا، مش بقرأ قرآن ومش بصل الرحم. طب هبطل الذنب ازاي؟ هبطله ازاي؟ انا ايماني ضعيف اصلا. فانت محتاج انك تقوي علاقتك بربنا، تزود قرايتك في القرآن، تصلي الصلاة على وقتها، تنزل تصلي في المسجد، تقيم الليل، تصلي صلاة الضحى، تصلي كل السنن. حسن علاقتك بربنا، قرب من ربنا. لو قربت منه هيكره الذنب في قلبك. لو قربت من ربنا مش هيكون ليك نفس انك تعملها. فانت محتاج انك تقرب من ربنا. لو ما قربتش من ربنا هيبقى صعب عليك قوي انك تبطله، ما عندكش قوة ايمانية تخليك تبطل الذنب والعادة السرية. فنصيحتي ليك لازم تقرب من ربنا وتحسن علاقتك بربنا علشان تبطل الذنب دوت. غير كده هيبقى صعب جدا جدا جدا. وطبعا في شيء مهم تاني، ان عليك بالدعاء. ربنا سبحانه وتعالى قادر في طرفة عين انه يطلع الذنب من قلبك. فاوعى تستهين بالدعاء. ادعي في كل صلاة، قول يا رب كره الذنب في قلبي، يا رب توب عليا. لو تاب عليك يبقى هتتوب. قال الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا تاب عليهم فهم تابوا. فادعي، قول يا رب توب عليا عشان يوفقك ويرزقك التوبة. الحاجة الثالثة، لا تمل من التوبة. اوعى شيطان يضحك عليك او يقولك انت منافق. قال رسول الله: ان الله لا يمل حتى تملوا. انت هتمل وربنا مش هيمل. فانت كل شوية تتوب وتستغفر وتبعد عن المواقع الإباحية.
يعني لو وقعت في الذنب دوت اوعى تقع في الذنب ده قدام المواقع الاباحيه. انت بتشاهد الزواني، الناس دي يا جماعه مغضوب عليهم، النظر للحاجات دي بتموت القلب. فلو وقعت في الذنب دوت ابعد عن المواقع الاباحيه، بلاش تبص على المواقع الاباحيه. يبقى انت عندك ذنبين، بتبص على الحرام وبتعمل عاده سريه، الاتنين. فابعد عن المواقع الاباحيه دي تماما، ابعد عنها تماما. اوعى تبص للزواني العراة عشان ما تحشرش معاهم. فشد حيلك، استعن بالله وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. واقسم لك بالله مفيش انسان قرب من ربنا وربنا طهر قلبه وبقى ليه علاقة مع ربنا وربنا حبه وهو بقى بيحب ربنا غير لما ربنا كره الذنوب والمعاصي في قلبه. ربنا يصلح احوالنا ويقربنا منه ويخرج الذنوب والمعاصي من قلوبنا. الكلمتين اللي سمعتهم دول بلغهم لغيرك، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.